اتصدمت من كم الناس اللي مش عارفه ان في حاجه اسمها حبوب فطريه ومش عارفه تفرق ما بينها وبين الحبوب البكتيريه. ثواني هوريكم كده حاجه بسيطه. دي مجموعه من الرسائل البنات اللي انا قدرت اساعدهم يعالجوا الحبوب اللي في بشرتهم. ودي بشرتي زمان وبشرتي دلوقتي بعد ما قدرت اعالجها من الحبوب واثار الحبوب الحمد لله وبنفسي ومن غير ما اخد ايزوتريتينوين. فانا قررت من الفيديو النهارده وعلى مدار الفيديوهات الجايه هشارككم بقى كل اسرار اللي انا عملتها سواء لنفسي او للبنات دول علشان الحبوب تروح من بشرتنا. اول سر عشان تعالج الحبوب اللي عندك صح انك لازم تحددي نوعها. بالنسبه بقى لحبوب الجبهه اللي مضايقاكم، لو كانت حبوب بكتيريه هتلاقي ان احجامهم بتكون مختلفه، بتكون ملتهبه، ساعات بيكون جواها صديد او ممكن تكون رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء او حبوب تحت الجلد. وبالمناسبه لسه ما وصلتوش خطه علاج الحبوب البكتيريه اللي انا كنت عاملاها لكم قبل كده، اكتبوا بس كلمه حبوب في الكومنتات هتوصل لكم على طول. الحبوب بقى الفطريه يا جماعه تعرفوها ازاي؟ هي كوتشي بوتشي صغنطوطي كده، تبقى حبوب نفس المقاسات نفس الحجم، وانتوا دايما بتطلقوا عليهم انا عندي فسافيس كتير قوي في اورتي. هي الفسافيس دي بتبقى بنسبه كبيره حبوب فطريه. عايزه اقول لكم ان الحبوب الفطريه كل ما بتستخدموا علاجات الحبوب البكتيريه ليها الدنيا بتبوظ اكتر والحبوب اصلا بتزيد. وانا قررت يا جماعه اتحداكم، لو الفيديو ده وصل